السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نشارك معكم الفقاص المغربي التقليدي، كيجي رائع جدا. إن شاء الله نشارك معكم جميع الأسرار باش ما يتشققش لكم وبطريقة ناجحة. السر في الطياب من طبيعة الحال، بواحد الطريقة اللي سهلة بزاف. نبداو بسم الله على بركة الله. عندي واحد 4 الحبات ديال البيض، الحجم ديالهم كبير. حيت منهم واحد الصفار غنخليه على جنب للتزيين. درت معاه واحد شوية ديال الكاكاو وملعقة صغيرة ديال الماء. عندي بسم الله واحد الكاس ديال الزيت ممتلئ، كاس ديال العنبه، كاس ديال السكر تانيضه. عندي خليط ديال الجنجلان والكاوكاو. عندي معلقه ديال النافع. عندي واحد الساشي ديال زهره البرتقال. عندي واحد الخماره ما نضيفهاش كامله. عندي ربع كاس ديال ماء الزهر اختياري، تقدروا تضيفوا الحليب بلاصتو. خديت البيض، الزيت والسكر، وغنضيف ديك الساشي ديال زهره البرتقال. انا غادي نضربهم هكا في الخلاط. درت حتى ماء الزهر. من الاحسن هاد المرحله هادي كتسهل علينا الاموريه بزاف. كنضيف بسم الله واحد الرشه ديال الملح. كنضيف الخليط اللي خلطته مزيان مزيان. وكنضيف بسم الله كنضيف داك النافع معلقه كبيره. كنضيف كاوكاو وجنجلان محمر، ما حتى شي حاجه، غير منقيين ومغسولين. كنضيف الدقيق بسم الله. انا عابره واحد 550 غرام، 5 كيسان ديال العلبه او نصف. المهم غنقول لكم شحال دخل ليا. غنضيف غير نصف خماره، ما كنضيفوش خماره كامله، 4 غرام. وكنبدا بسم الله كنعجن في الفقاص ديالي. المهم العجين خاصكم تخليوها خفيفه شويه، ما تكونش خفيفه ديك الدرجه تلتصق في اليدين، ما تكونش قاصحه. المهم غنوريكم القوام ديالها. غتكون العجين اللي رطيبه. المهم بالنسبه للدقيق، انا راه ما كفاونيش هاد ال5 كيسان ونص. ضفت نص كاس اخر، يعني 6 كيسان ديال العنبه اللي ضفت، اللي هي 600 غرام بالمجموع. كنبقى نجمع كما كتشوفوا، مره مره كنقيس باليدين ديالي، كنشوف واش بارك عليها بالايد اللي كتكون ناشفه. صافي بانت لي ما كتلصقش في اليدين. صافي بارك عليها من الدقيق. انا غادي نحطها فوق البوطاجي غير باش كيتجمع لي داك الدقيق، ما كيبقاش ليا متكتل في العجين. على هاد الشكل هذا ما كندير لكم حتى شي حاجه، غير كنجمع كما كتشوفوا. كنحاول ندخل داك الدقيق. كما كتشوفوا العجين راه ما كتلتصقش في اليدين نهائيا. وفي نفس الوقت رطيبه. المهم الاساس ما تخليوهاش قاصح نهائيا، حيت لا خليتوها قاصحه راه غادي تشقق لكم اللي تبغيو تدخلوا الفقاص ديالكم الفران. هذا هو القوام ديالها. انا بسم الله غادي نقسمها على 3 ديال الكويرات. تقدروا تقسموهم غير على 2. انا كندير 3 من الاحسن باش كنتحكم فيهم. كنبدا بسم الله نحرب الفيم على هذا الشكل هذا. كنحاول الا بانت لي شي حبه ديال الكاوكاو خارجه كندخلها لداخل، حيت داك الكاوكاو اللي بقى خارجين هكا من الفوق راه حتى هو كيخلي الفقاص ديالنا ملي كيطيب كيتشقق. كما كتشوف كنحرب لها غير شويه، ما تخليوهاش رقيقه بزاف. السمك ديالها متوسط على هذا الشكل هذا. وكنقادها مزيان، كنقاد لها الجوانب ديالها. وكنحطها في واحد اللاطه اللي مفرشه فيها ورق ديال الطي. وكنبقى مستمره نفس العمليه الحبات كاملين اللي عندي على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا الديره انا ناشفين، ما دهنا من لا بزيت لا حتى شي حاجه، والعجينه ما كتلتصقش في اليدين. كما كتشوفوا البنت لي شي حبه ديال الكاوكاو كندخلها. صافي بعد ما ساليتهم درتهم في اللاطه. خديت هنا داك الصفار ديال البيض اللي درت مع قطرات ديال الخل ومعلقه صغيره ديال الماء، كندهنهم على هذا الشكل هذا. تقدروا ديروا نسكافيه، ما بغيتوش ديروا الكاكاو. انا غنبسطهم شويه هكا باش ما يطرطقوش لينا بالفران. نبسطهم غير واحد شويه ماشي بزاف. غادي ناخذ واحد الكيغدون وغادي نتقب العجين ديالي غير واحد 3 ديال التقيبات بحال هكا. كما كتشوفوا ملي كندخلوا الفران كيتنفس. خديت فورشيط غادي نزين بها الفقاس ديالي. كندير خطوط على هذا الشكل هذا. وغادي ندخلو الفران اللي تيكون بارد على 140 درجه. كنديرو في الرف الفوقاني كاع كنبعدو على الحراره
انا خدا ليا تقريبا واحد الساعه و10 ديال الدقائق في الفران. هو هذا الشكل ديالو في الفران كما كتشوفوا. داير هاد الملعقه هذه في الفران، كنحاولوا ننفسوا شويه، ما كنخلوش على ديك الحراره كامله. كما كتشوف تبارك الله راه كيطلع. كنحمروه غير واحد شويه، غير كيذهب لي اللون ديالو من الفوق ومن التحت، ما كنخليوش يتحمر نهائيا. صافي بعد ما طاب ليا هو هذا الشكل ديالو كما كتشوفوا. كما قلت لكم ضروري الفران تخلوه منفس شويه، وخلوه على 140 درجه، خليو له الوقت كافي يطيب. هذا هو الشكل ديالو كما كتشوف تبارك الله، ما كيتشقق من حتى حاجه، وكيطلع علينا الفقاص ديالنا كيجي ناجح 100%. ان شاء الله جربوا غادي يعجبكم، غير تبعوا النصائح كما هي. خديت واحد الثوب، غير من الاحسن ما ديروش هاد العمليه هذه، ما تسردوش، ديروا غير ثوب عادي وديروا عليه بلاستيكه من الفوق وخليوه ليله كامله. اولا خليوه 4 سوايع حيت ما عنديش الوقت. من الاحسن ما ديروش ثوب سارد. انا درتو ندمت صراحه، حيت ملي بقيت كنقسمو بقى كيتلصق ليا وكا في يدي، واخا ما كيتفرتش، المهم كيتلصق لي في اليد في اليديه. المهم من الاحسن ديروا غير ثوب ناشف، هذه نصيحه مني، وديروا عليه بلاستيكه من الفوق من الاحسن، غيجيكم ساهل في التقطيع. صافي بسم الله نقطع في الفقاص ديالي. خذوا شي سكين اللي تيكون ماضي، تكونوا مخصصينه غير الفقاص. كما كتشوف تبارك الله راه ما كيتفرتت لينا حتى شي حاجه. دوك الفتيس اللي كيبان لكم هكا في الجناب غير ديال شي حبات ديال الكاوكاو هكا، ما كيشدهمش الموس، هما كيخليو دوك الفتاتات اللي كيطيحوا لينا بحال هكا. المهم راه كيجي ناجح 100% ان شاء الله. غير جربوه غادي يعجبكم، وينجح لكم من اول مره تجربوه ان شاء الله. تبعوا النصائح كما هي. كما كتشوفوا كنقطعوا بالموسليمه هذيك كما قلت لكم، كنقطعوا تقطيعه واحده على هذا الشكل هذا، كنوريكم مزيان وكنقطعوا. كما كتشوفوا كل الفقاص ديالي راني غير كندهبو من الفوق، ما كنحمروش، غير كندهبو واحد شويه. كنقسم الحبات ديالي. انا كندير السمك ديالو متوسط، ما كنديروش رقيق عاوتاني بزاف، باش ملي كيطيب لينا ما كيتهرسش لينا دغيا. المهم السمك على حسب الرغبه ديالكم. بغيتو تميلوا يدكم تقطعوا ميلوا يديكم، انا كنقطعوا غير عادي، ما كنميلش يدي. هذا هو الشكل ديال بعد ما قطعته كما كتشوفوا تبارك الله، راه كيجي رائع وكيبقى محافظ على الشكل ديالو. هذا هو الشكل ديالو. المهم راه شاركت معكم الحبات كاملين ملي قسمتهم، بغيت نخبي عليكم حتى حاجه باش كتشوفوا راه كيجي ناجح. وحتى كما قلت لكم دوك التفرتيتات اللي تيكونوا غير ديال شي حبه ديال الكاوكاو ما شد فيها الموس، اولا ديال داك البيض اللي كندهنوا به تيبقى لتحت تيتقشر. المهم راه كيجي ناجح 100% ان شاء الله. غير جربوا غادي يعجبكم. كتشوفوا هاد التفرتيت اللي بقى لي غير هو اللي كيكون فقط، ما كيدايرش لنا الفقاص ديالنا نهائيا. خديت حبه اخرى غندير لها نفس العمليه. كنديرو في اللاطه وغادي ندخلو الفران اللي تيكون بارد. كنديرو بنفس الحراره اللي طيبتو فيها في الاول طيبوها في الاخر على 140 درجه. كنشعل ليه انا من النار من الفوق ومن التحت مع المروحه، وكنخليه على خاطرو حتى كيطيب. ما تديروش في الفران اللي سخون باش ما يتقوسش لكم الشكل ديالو وتخسر لكم الشكل ديالو، ما يجيكمش زوين. خليوه على 140 درجه 150 يتحمر على خاطرو ويذهب ليه اللون ديالو. المهم يعطيوه الخاطر. واللي عنده الفران ديال الغاز يديرو من التحت، يشعل من التحت ويديرو من الفوق، يديرو على نار مهيله ويخليه يتحمر يقابلو. راه ساهل بزاف ان شاء الله. غير جربوه وان شاء الله ينجح معكم، ما غيبقاش يفقسكم حيت هو كيفقس صراحه ما كينجحش. المهم راه ان شاء الله تبعوا المراحل وغينجح معكم. صافي الحبه الاخرى اللي بقات ليا انا درت ليها البلاستيكه بحال هكا من الاحسن، حيت بقات كتلصق ليا في اليدين ديالي. درت بلاستيكه ساعدتني بزاف وتنقطع. كما كتشوفوا هذه اللي درت لها بلاستيكه راه دغيا جاتني سهله في التقطيع على الاخرين. ان شاء الله جربوا الفقاص ديالي غادي يعجبكم من اول مره، غادي ينجح معكم 100%. راه كيجي واحد الدافي رائعه العظيم اللي كيجي لذيذ بزاف. راه انا كنهضروا عارفه اش نقول لكم. المهم غير جربوا وردوا عليه الخبر وغينجح معكم من اول مره، ما غيتشقق لكم حتى شي حاجه. غير هو تبعوا النصائح كما هما كما قلت لكم، وغادي نبقى مستمره. المهم هاد لاطات اللي عطاوني انا هما هادو. المهم ما تزربوش عليه في التحمار، خليوه على خاطرو تيتحمر، عطيوه الوقت، ما تزربوش عليه باش ما يتفتتش ليكم اولا تحرق لكم في الطياب. ما كتشوف تبارك الله راه كيجيو كلهم السمك واحد. ان شاء الله ينجح معكم من اول مره. المهم بغيت نخبي لكم حتى شي حاجه. قسمت معكم الحبات كاملين قدامكم باش تشوفوا راه كيجي تبارك الله ناجح. وحتى داك الفتات راه تيكون الفتات اللي قليل بزاف، غير كما قلت لكم من الاسباب اللي قلت لكم داروا لي الفتات انايا. وصافي نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو بعد ما نخرج ان شاء الله من الفران. هو الشكل ديال بعد ما خرجته من الفران كيجي رائع بزاف ولذيذ. كيجي اللون ديالو مذهب كما كتشوفوا، راه ما كيتقوس لينا الشكل ديالو حتى حاجه، كيبقى الشكل ديالو كما هو. هذا هو السمك ديالو كما كتشوفوا.
كيجي لذيذ بزاف هاد الكاوكاو والجنجله اللي درنا فيه، كيجي مقوم. تقدروا تضيفوا اللوز، المهم انا درتو اقتصادي وكيطلع حتى هو صراحه بنين بزاف. قسمت معاكم وحيده كما كتشوفوا، كندير حبات فوق بعضهم، راه مقوس ما حتى حاجه، راه اش كديروا كيبقى مقاد. هذا هو الشكل ديالو. وخديت حبه قسمتها معكم كي تجي تبارك الله. كيجي ما كيجيش الفقاس اللي قاصح، كيجي تبارك الله هشيش كما كتشوفوا. كيجي بحال التحمر للداخل بحال التحمر اللي على برا، كيجي لذيذ ما كيجيش حلو بزاف. نتمنى الوصفه ديالي تعجبكم. مع السلامه.